اتفقنا ان احنا هنعمل فيديو لكل عامل من العوامل اللي بتخلي الجست لما بيتكلم بيبقى كلامه احيانا مش مفهوم. من ضمن الاحتمالات دي ان ممكن يكون الجست بيتكلم بلكنه زي ما اتكلمنا قبل كده اهوت. طبعا الانجليش زي اي لغه بيبقى فيه لكنات، في لكنات جوه انجلترا، في لكنات خاصه باسكتلندا باعتبار انها بتتكلم انجليش كمناطق بريطانيه، في لكنات خاصه بايرلندا، في لكنات مختلفه حتى جوه انجلترا نفسها في لكنات مختلفه. في منطقه مثلا زي السكاوسن بيتكلموا السكاوسن بيبول بيتكلموا سكاوسن. دي لكنه طبعا من جوه اللغه الانجليزيه. السكاوسن بيبول بيتكلموا بشكل مختلف جدا عن الانجليز، مع ان هم جوه انجلترا نفسها. السكاوسن بيبول بيتكلموا دي دو دا دي دون. Is it English? Yes, it's English. دي دو دا دي دون. الانجليز نفسهم لو سمعوا سكاوسن بيبول في الغالب مش بيفهموا هم بيقولوا ايه. فيبقى لما الجست بيتكلم بشكل مختلف مش بالضروره ان انا بكون انا مش فاهم والخطا من عندي، لا ممكن يكون الجست بيتكلم بلكنه. فدي احد الاحتمالات. طيب في الحاله دي انا بعمل ايه؟ انا بطلب من الجست ان هو يتكلم انجلش ستاندرد، لان لو الجست مثلا من منطقه زي السكاوسن، هو بيتكلم سكاوسن، هي جوه انجلترا لكن هو بيتكلم دي دو دا دي دو. الانجليش نفسه الشخص الانجليزي لو سمع الجمله دي مش هيفهم. فانا بطلب من الجست في الحاله دي ان هو يتكلم انجلش ستاندرد، لان الانجلش الستاندرد مفهوم لكل اللي بيتكلموا انجلش، سواء بيتكلموا بريتش انجلش او امريكان انجلش. الستاندرد مفهوم لاي حد بيتكلم لغه انجليزيه. فدي احد الاحتمالات او احد المشكلات اللي ممكن بتخلي فيه صعوبه في فهم الجست، ان هو بيتكلم باللكنه بتاعته مش بيتكلم ستاندرد. فانا في الحاله دي المفروض ان انا اطلب منه ان هو يتكلم ستاندرد عشان افهمه بشكل اسهل. دي احد العوامل.